حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. صباحكم فل وامل وتفاؤل. رمضان يعني الاكلة الحلوة، يعني صينية الجلاش اللي مفيش سفرة او بيت في مصر بيقدر يستغنى عنها. هنعملها بطريقة صح، طريقة مظبوطة بسر اللون والتوريقة الخطيرة باجمل طعم في الدنيا. يلا بينا نشوف احلى طريقة. اول حاجة هبدأ هنا بالعصاج. هننزل عندي هنا بقطعة من السمنة، ونضيف كمان شوية من الزيت. زي ما حضراتكم شايفين كده لازم نحط سمنة وزيت للعصاج. هنستناهم لحد ما يسخنوا. لازم الطاسة بتاعتنا او الهوك او اي حاجة بتعملي فيها لازم تكون سخنة جدا. اول ما المادة الدهنية بتاعتي ساحت والطاسة سخنت بروح نازلة باللحمة. نسمي الله ونبدأ ننزل باللحمة. ما تحطوش البصل الاول. هنبدأ ان احنا نقلب اللحمة كده كويس. طبعا اللحمه اللي عندي دي عشان كانت بس في الفريزر فبتفك بس لما على النار. ما نقلبش في اللحمه كتير عشان احنا مش عايزين اللحمه تنزل ميه. ضروري اللحمه لونها يغير. اللحمه كلها لونها غير معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدا انزل عندي بالبصل. وعلى البصل اللي كل ما يكون كتير في العصاج كل ما يكون احلى. نزلنا بالبصل. هنبدا نشوح اللحمه. وهنا بقى بتشم ريحه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. عندي هنا اول حاجه الفلفل الاسود هو العامل الاساسي. معلقه صغيره من السبع بهارات. واخر حاجه الملح. اوعي تزودي للعصاج حاجه اكتر من كده، لان اللحمه بالذات اللحوم ما بتحبش تاخد توابل كتير. كل ما ادينا اللحمه توابل كتير كل ما الطعم عندي بعد وراح في حته تانية خالص. طيب هنعرف ازاي يا شيف هدير ان اللحمه دي استوت؟ العصاج ده استوى ازاي؟ هل هو كده استوى؟ لا، بنفضل سايبينه لحد ما يبدا يمتص كل السوائل اللي نازله منه. تحسوا كده ان هو بيلزق في القاع كده. هيكون العصاج بتاعي جاهز. هوريهولكم دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، السر في الجلاش ان احنا نحط شويه الزيت. الزيت ده بيساعد على توريق الجلاش. محدش يقول ان الجلاش بسمنه بس. بعد كده هروح نازله عندي هنا بالسمنه كده كميه سمنه حلوه، ونسيحهم بقى السمنه والزيت مع بعض عشان نبدا نورق الجلاش بتاعنا. هنا تعالوا بقى هنا نبدا في رص صينيه الجلاش بتاعتنا. اول حاجه طبعا لازم ندهن القاع بتاع الصينيه سمنه وزيت كويس، عشان تعرفوا زي ما قلت لكم ان السمنه والزيت هما يعني عامل اساسي. الزيت عامل مهم جدا يا جماعه. محدش يفتكر ان الجلاش بياخد سمنه بس. هنبدأ بالرص الصينية. هنحط بقى عندي هنا كده الورق. واوعوا ترموا حاجة. الهادر اللي نازل ده اوعوا تقطعوه واوعوا ترموه. يعني لو في اي بقى حاجة ورق معاكم هنا مقطع ولا اي حاجة ما ترموش الهادر ده. تمام كده. بصوا بقى شايفين كده حبايب قلبي. هبدأ اخد الورقة واتنيها على تحت. تمام. احنا عايزين نعملها كده في شكل فطيرة شرقي تكون حلوة. بصوا الهادر ما ترموش اي حاجة منه. حطينا اول طبقة. وهنا نيجي هنا بقى بالفرشة نبدأ ان احنا نورق الجلاش بتاعنا بالسمن والزيت ونعكس الورق. واحنا بنحط الورق دايما نعكسه، يعني مش نمشي على اتجاه واحد، لا نعكس الورق عشان الصينية كلها تبقى متشبعة معانا بورقة الجلاش بالشكل ده. تمام. هنا وصلنا لنص اللفة. نبدأ بقى ان احنا نضيف العصاج. بسم الله اللهم بارك. ننزل كده بعصاج اللحمة. الريحة بقى ما شاء الله بتاعت العصاج ما اقولكوش، يعني حاجة كده الله اكبر. دايما يا جماعة الحاجة اللي بتدخل الفرن ما بتاخدش سوا زي الجلاش لازم نسوي العصاج. المكرونة البشاميل بتاخد حوالي ساعة في الفرن، فدايما بنخلي العصاج بتاعها ممكن ما نقرص عليه قوي في السوا. ولكن الجلاش من ضمن الحاجات اللي لازم نسوي اللحمه على اكمل وجه زي ما بيقولوا. انا شايفه ان اللحمه كده كميه اللحمه كده تمام قوي ومظبوطه. هنبدا ان احنا بقى نقفل الطبقه التانية. هنرجع كما كنا. بصوا حبايب قلبي، مش شرط ان انتوا تورقوا الجلاش ورقه ورقه. امشي كده. لازم تتعلمي باحترافيه تتعاملي مع الصينيه اللي قدامك. كل صينيه وليها رصه معينه. تمام. ما تخليش حاجه توقفك. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. نبدأ يلا. بسم الله اللهم بارك. ودايما نحافظ على الورقة الأخيرة ان هي لازم تكون سليمة. بصوا بقى بقفلها زي الفطيرة ازاي، بطريقة احترافية من غير ما نرمي اي حاجة فيها ولا نقطعها. وصلنا لآخر ورقة وزي ما قلت لكم لازم نحافظ عليها بالشكل ده. تمام. عندي هنا بقى ببدأ برضو ان اقفلها واظبطها
هنيجي هنا للسؤال اللي محير كل ست بيت. يا شيف هدير، الجلاش بيتسقي قبل ما بيدخل الفرن ولا بعد ما بيخش الفرن، ولا حكايته ايه؟ الجلاش بيدخل الفرن على لمدة 5 دقايق على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. بعد 5 دقايق بنطلعه عقبال بس ما بنجهز خليط التشريبة وبنبدأ ان احنا نسقيه. هنشوف مع بعض دلوقتي. يلا بينا نعمل خليط التشريبة. يلا بينا. عبارة عن ايه؟ 1 عدد بيض على قد الصينية اللي عندي دي، بحط عليهم سنة فلفل اسود، سنة بسيطة من الملح، حوالي كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام، ضروري يا جماعة معلقة البيكنج باودر دي، وهي دي السر بقى في ايه؟ دي اللي بتديني الهشاشان وبتديني ان الجلاش بتاعي يبقى مورق. بعد ما ضربتهم كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجيب عندي هنا كوباية من اللبن وببدأ ان انا ايه اقلبهم مع بعض، وبنطلع الجلاش بالفرن بقى ونسقيه بالتشريبة الرائعة دي. طلعت الصينية بعد 5 دقايق، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحسوا ان هي قبت بقى. بعد كده الله اكبر، بسم الله، بنبدأ ان احنا نشربها. تمام، هرجعها بقى الفرن تاني. وكده يا حبايب قلبي ادي صينيه الجلاش بعد ما خلصت. شايفين اللهم بارك التوريقه عامله ازاي وسر اللون الخطير. كل اللي عملته سبتها على رف وسطاني لحد ما اخدت اللون ده، ولا شغلت شوايه ولا اي حاجه. جربوا الوصفه. اشوفكم في فيديو جديد. كنتم مع شيف هدير، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.